بص يا سيدي، امام عاشور قدم اعتذار رسمي للنادي الاهلي وللعيبه ولكل الناس، وتقبل بالعقوبه وقال انا عمري ما همشي. ادي الاعتذار بتاعه هوت على الحاله بتاعته ورافعها، وخلاص الموضوع انتهى من يوم وليله. ومصر كلها بقت على الناحيه التانيه مصر كلها بتتكلم. اصل امام عاشور تم تجميده، اصل امام عاشور هيتباع، اصل امام عاشور خلاص بقى اعاره، ده ضرب نص الفرقه، ده ضرب مدير الكوره. بيتكلموا في كده. تعالى نبص عليهم. الناس دي عندهم مشاكل بالجملة. يعني فيهم واحد بقاله 6 سنين بيجدد كل 3 4 أسابيع. أصل بيجدد، عايز كام اللي بيجدد ده؟ عايز 100 مليون جنيه. التاني رئيس النادي بتاعهم الأسبق طلع قال لك إن اللاعب بيتهرب من التدريبات لما كانوا بيلعبوا بلاك بوز ديت ولا بلاك بولز. فرقة اسمها بلاك